ازيكم يا نجوم؟ هوريكم دلوقتي وحدة تدريب عاملها لاتنين حراس. مهم جدا على مدرب الحراس انه يقف على كل نقطة وخطأ لحارس المرمى ويبدأ بالتعديل ليه، والشرح والتحليل مهمين جدا في مرحلة البراعم والناشئين. هبدأ وحدة التدريب بالجزء التمهيدي اللي هو الإحماء والتسخين، ومدخل في الإحماء بتاعي جزء رشاقة وتوافق وكمان مهارة، وزي ما قلت لازم أقف عند كل خطأ لحارس المرمى وأصححه. ظهرك مرة اطلع، عايز تجيب من على نقطة يا حبيبي، محدش هيستناك، انت بتستنى الكورة لما توصل لك هنا، مفيش فورورد هيستناك الكورة توصل هنا، انا عايزك تجيب من على نقطة، اطلع بجيب من على نقطة، هتستنى بقى تمسك كده، هتلاقي فورورد قاطع من قدامك خبط بدماغه جايبها جول، وانت واقف تتفرج، هشيلك الماتش بالجول. ركز، تعالى، ها اظبط التايم بتاعك مع الكورة، ها اوصل. ومطلوب مني كمدرب ما ازهقش اني اوقف التمرين واعدل واصحح الخطأ للحراس. وهنا بقى دخلت في جزء المهارة كورتين مش كورة واحدة، وده بيساعد الحارس على التوافق والتوازن وسرعة الاستجابة. طبعا في عملية الإحماء لازم اشتغل على حارس المرمى في جميع المستويات. هنا الحارس مروان أخطأ في الكورة دي في استلام الكورة. الخطأ هنا ان مروان فتح ايديه اكبر من مستوى جسمه والتكنيك بتاعه كان غلط. مش كده خالص، دايما ايدي بتطلع من قدام صدرك كده اسرع ولا كده؟ انت بتقف واقف الاقي ايدك طالعه. انا عايز اسال حاجه ليه؟ انا بسال على نفسي، انا حارس مرمى بسال على نفسي. ساعه ما تشوفني لو في الشارع، لو شفتني في الشارع الاقيك عامل كده وقفه الاستعداد بتاعك. ما هي كده لازم توصل للكوره، لازم تبقى صايع ملعب. هتبقى صايع ملعب ازاي؟ ما تسهل على نفسك الدنيا. هو انا سلمني اجيب من ورا ولا ما اطلع من قدام صدري؟ الكوره سريعه، فانا لازم استغل الوقت والزمن والمساحه بتاعتي. غلط. هنا مروان ما شاء الله استوعب الكلام بسرعة ونفذ التكنيك صح المرة دي. حط كويس، ها حط، ها قوم اطلع كويس، حط له كويس، تعالى اقفل شيل يا ولد، ها قوم. لا تلف لي بقى. من اكبر المشاكل اللي بتواجه حراس المرمى البراعم انهم ما بيعرفوش يقوموا بعد تصدي للكوره، او ما بنعلمهمش ازاي يقوموا صح، وبنلاقي حراس كتير بتلف ظهرها للملعب، وده خطأ كبير جدا. فانا اللفه دي مشكله بالنسبه لي. الاسهل ليا ان انا اصد واقوم وشي كده، ولا اصد والف. خلاص انا صديت وشي الملعب. اوعى تدي ظهرك للملعب، اديت ظهرك للملعب وكل سنه وانت طيب. انا هحسبها هنا جول حتى لو ما دخلتش. كويس، ها هوب اقطع كويس يا ولد، بس حطي له، ها يا ولد قوم شيل. بص اثبت. عمل ايه؟ عمل الطرق، هو وهم نفسه ان هو طلع، اثبت ان هو طلع لقدام، بس يا فرحته طلع قدام وجزء لورا وصده كده. هو عمل ايه؟ جسمه لقدام. حاسب انت لو رفعت ايدك بس كده وجسمك قطع لقدام هتصدها، انما هو طلع لقدام عمل زي ما قلنا، ولكن رجع جسمه. وهعمل لكم نموذج دلوقتي هوضح لكم فيها أهمية الخطوة اللي الحارس المرمى بيقطعها لقدام. طبعا في زاوية هنا مفتوحة وزاوية هنا مفتوحة. هنتخيل مع بعض ان الكاميرا دي هي عينين اللاعب الخصم، والحارس قطع زي ما انتم شايفين لقدام. كل ما يقطع لقدام كل ما بنفقد الرؤية تماما عن المرمى. زي ما انتم شايفين عمر ما شاء الله قافل الجون كله. الرؤية بتكون بالظبط للاعب وهو داخل على المرمى، بتكون بالشكل ده، بيكون فاقد الرؤية تماما لو الحارس طلع وقطع عليه وقفل عليه بالشكل ده. طب هنخلي عمر يرجع لورا وهنشوف الرؤية هتكون عاملة ازاي للاعب. ده اللي بيحصل بالظبط، كل ما بترجع للخلف كل ما بتفتح رؤية وزاوية للاعب. في زاوية 2 3 4 زاويات مفتوحين للاعب يقدر يسجل فيهم زي ما هو عايز. فمهم جدا انك تاخد الخطوة لقدام وتقطع لقدام عشان تقطع المية والنور على اللاعب ويفقد الرؤية تماما. حبيت ابسط لكم النظرية دي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والفيديو لو عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة. يا جدعان كابتن أمامية والله بسطت الامور بشكل توضيحيه، ما شفتش كابتن عامل معايا كده الصراحه. يعني كنت بلعب في اكبر نوادي في العاشر من رمضان، ما كانش بيعمل لحد معايا كده.